الأكلة دي بالتركيبة دي ما فشلتش في مرة أبدا، لا في عزومة لا في مناسبة حلوة ولا حتى في يوم عادي إنها تعجب الكل. سهلة وسريعة وبسيطة جدا، واللي ما بيحبش اللحمة يا جماعة في ناس ما بتحبش اللحمة عادي جدا، الوصفة دي بتنجح معاهم إن هم ياكلوها. هتجيبي أي قطعية لحمة ومش هقفلك على قطعية معينة، هتقطعيها مكعبات صغيرة، وشايفة حتة الدهن اوعي تقولي إنك بترميها، هزعل قوي، ده أنا هزعل وهجيب ناس تزعل. هجيب بقى حتة الدهون دي وهسلتها من اللحمة وأقطعها قطع صغننة جدا. وتعالى أقولك بقى هنعمل ايه. هنجيب الحله اللي هنعمل فيها الاكله، هنحط فيها شويه زيت زيتون، وشايفه الدهون اللذيذه الجميله دي، على فكره بالمناسبه دي دهون صحيه، الدهون دي اللي بتحلي عندي اي حته لحمه. هجيب بقى شويه زيت زيتون واحطهم في الحله عندي، وهنزل عليهم بالدهون اللي احنا مقطعينها، واقعد اقلب فيها كده على نار متوسطه لحد ما تدينا اللون البني. اول ما تدينا اللون البني هنلاقي نسبه الدهون في الحله زادت عندنا، دي معناها ان هي نزلت كل الدهون، ووقتها بقى هننزل عندنا كل اللحمه اللي احنا قطعناها مع بعض مكعبات. احنا كده عملنا ايه يا جماعه؟ احنا كده وزعنا الدهون، بدل ما هي كانت ماسكه في حته لحمه ومخليها طعمها حلو، لا احنا خلينا الطبخه كلها طعمها حلو. هتبلها بقى بملح، ومحدش يقولك ان الملح بيزود مده السوا، غلط، عادي جدا بنحط الملح من اول الطبخه. وشويه بهارات بقى، انا حطيت 7 بهارات، رشه حبهان مطحون، رشه قرفه بسيطه جدا، ورق لوري، وطبعا فلفل اسود، واكيد رشه جوز الطيب. هقلب بقى كل ده على نار عاليه. اللحمه تحب النار العاليه في اول السوا، خصوصا لما تكون لسه ما اخدتش اللون المظبوط بتاعها. اللون المظبوط اللي انا بقول لكم عليه اللي هو اللون البني ده اللي بيخلي عندي هنا اللحمه تكون طعمها حلو. تاني حاجه بتحافظ على العصاره اللي موجوده في اللحمه، فاللحمه تفضل معايا طريه وما تشدش ابدا. والتالت واهم حاجه ان هي بتقطع شوط كبير في التسويه. انا مثلا اخدت لي حته دهن صغننه جدا كانت طعمها خطيره بشويه البهارات والملح كمان اللي احنا حاطيناه. نيجي بقى للبصل، انا عايزه بصل كتير، قطعت كميه بصل حلوه، مليت الكبه مرتين، وما تستكتروش خالص الكميه لان هي لسه هتصغر جدا معانا. وبعدين يا جماعه هي دي اللي عندنا اصلا في الاكله. احط بقى البصل ده كله عندي، ودلوقتي بقى ههدي النار. انا كده اتاكدت ان اللحمه عندي خلاص العصاره بتاعتها مش هتنزل منها ابدا. اول بقى ما هنبدا عندنا هنا نقلب البصل باللحمه، هنلاقي على طول البصل لونه غمق وكاننا حاطين له اي حاجه، بس ده مش اي حاجه غير ان هو لون اللحمه وكمان شويه البهارات والتوابل اللي احنا حطيناهم في اللحمه اللي هيدينا احلى صوص طبيعي. دلوقتي انا حطيت شويه ميه صغيرين جدا وهديت النار، وتعالوا بقول لكم هنتسلف شويه حاجات كده لحد ما الاكل عندنا تكمل. عندي هنا عيش لبناني قطعته مكعبات، وعلشان ما نتخنش زياده حطيته في الاير فراي بشويه زيت حمرته. وتعالوا بقى نعمل الرز الابيض، معلقه سمنه صغننه على شويه زيت زيتون او زيت عادي، هحط فيه الرز وبعدين هملحه بملح بس واحط له ميه. بنظبط معيار الميه، بندوق بنشوف عايزه ملح ولا لا، كده تمام زي الفل. هنسيب الرز يستوي. تعالوا بقى للحمه. لو تفتكروا قلت لكم من ساعه ما حطيت البصل وانا هديت النار بسيبها بقى تنزل الصوص بتاعها، وكل ما تنقص بحط لها نص كوبايه ميه سخنه واغطي وهدي، ونسيب اللحمه تستوي على راحتها. خلاص كله عندي استوى، والعيش كمان اتحمص، بفرده عندي في طبق التقديم وبحط عليه كبشة صوص بسيطة جدا. وبعدين افرد عندي هنا بقى الرز، وبعد الرز بحط عندي اللحمة بالبصل اللي مستوية على الشعر دايبة يا جماعة، لونها من جوه روزي، وده طبعا نتيجة التسوية اللي مفيش احلى من كده. الخطوة اللي اعملها دي اختياري، لو بتحبوا الفتات تكون كريمية كده بصوص الزبادي فاعملوا الصوص ده خطير. عبارة عن كوبايتين زبادي، معلقتين طحينة، عصير ليمونتين، ملح وفلفل اسود، قلبتهم كويس جدا وبقى عندي صوص زبادي خطير. واخر حاجة هرش على الوش شوية عيش مقرمشين، رشة بقدونس، وبكده بقى جاهز عندي احلى فتة كباب حلة تستاهل بقكم. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. حقيقي يا جماعة من احلى وصفات اللحمة اللي ممكن تجربوها. لو عجبكم الفيديو مش هوصيكوا لايكات كتير، قلوب كتير، كومنتات كتير، بحبكم من كل قلبي وبس كده.